قال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إن الخطباء والعلماء والمرشدين والوعاظ يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر الحوثي الضال. جاء ذلك خلال تدشينه بمدينة المخا محافظة تعز الملتقى الأول لخطباء ودعاة مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، الذي تنظمه وزارة الأوقاف والإرشاد وبحضور الوزير الدكتور محمد شبيبة. وأكد طارق صالح إلى أن الوعي يمثل أهم مفاتيح النصر ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أنها تعتمد على بث الفرقة بين اليمنيين لإضعافهم والسيطرة عليهم ومن ثم قمعهم بالحديد والنار. وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة تسليح المقاتلين والمجتمع بالعقيدة الصحيحة للحيلولة دون اختراقهم من قبل هذا الفكر المدمر، لافتا إلى أن الخطباء يتحملون مسؤولية تشكيل وعي المجتمع وحمايته من الفكر الدخيل الذي تبثه ميليشيا الحوثي. نعرف أنكم الأخوة المرشدين والخطباء والعلماء أنتم أساس الوعي في هذا المجتمع، وأنا أسميكم خط الدفاع الأول في معركتنا مع الفكر الحوثي، مع الخطر الذي يهدد مجتمعنا وديننا وثقافتنا. بوجود خطباء وعلماء يفهمون معنى هذه المعركة وأهميتها نستطيع أن نواجه الحوثي. صحيح لدينا جنود، لدينا مقاتلين، لدينا أسلحة، لكن إذا لم يتسلح هذا المقاتل بالعقيدة الصحيحة سيكون سهل اختراقه من قبل العدو. كذلك مجتمعنا، المجتمع إذا لم يكن محصن ضد هذا الفكر وضد هذا الغزو وضد هذه الأفكار التي ليس لها من الدين أساس، فيكون هناك مجتمع هش قابل للسيطرة من أي فئة ضالة، وأنا أسميهم فئة ضالة لأنهم أضلوا العباد وأضلوا المجتمع ودمروا الناس وأهلكوا الحرث والنسل. معركة الحوثي أساساً تقوم على خلق الصراع والنزاعات فيما بين المكونات اليمنية، سواء كانت أحزاب أو مناطق أو قبل أو كيانات سياسية عسكرية أو قيادات مجتمعية، يعمل على المطابزة بين هذه الفئة وهذه الفئة الأخرى، بين هذا الحزب وهذا الحزب الآخر ليتقاتلوا، ويأتي هو يسيطر على المنطقة ويحكمها بعدها بالحديد والنار، ما عاد تقدرش. يعني هو دخل صنعاء بإيش؟ باسم الجرعة والمظاهرات وحق الناس في المظاهرات ورفض الجرعة. الآن هل يستطيع أي مواطن أن يتظاهر أو أن يرفع رأسه أو أن يطالب بحق من حقوقه، مش حقوق عامة؟ ممنوع المظاهرات في صنعاء وتقابل بالحديد والنار. وركب موجة الجرعة، والآن الدبة الغاز اللي كانت ب 1500 ب15,000 ب20,000، والدبة البترول. فمعركتنا مهمة وأنتم أهم أسلحتها. مثل ما تحدث الأخ الوزير وتحدثوا من قبلي، ننسى الخلافات ونمسك المشتركات فيما بيننا والثوابت ونصنع بها وعي يستطيع أن يواجه الحوثي إعلاميا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. وأنا أقول لكم أنه مجتمعنا اليمني مجتمع متدين قريب إلى الله، عندما يسمع الكلام في الدين ينجذب إليه. فكيف نحبب الناس في كلام الله، في الدعوة إلى في سبيل الله؟ لا نترك مجال للآخرين أن يأتوا بفكر دخيل ليسيطروا على مجتمعنا وعلى أبنائنا ويقودوهم إلى المعارك والمحارق وتدمير كل حجر على هذا الوطن. مهمتكم عظيمة ومهمتكم جليلة، وأنا أنصح أنه
يكون هناك لقاءات دورية ومتواصلة للأخوة العلماء والأخوة الخطباء والمرشدين بشكل دوري. فإذا توحدت كلمة العلماء توحد الناس خلفهم، ففي صلاحكم صلاح المجتمع. الحوثي يشتغل على الفكر وعلى تعبية الناس بالفكر المغلوط والثقافة المغلوطة وتحريف الحقائق وتزييفها، حتى أنه يزيف القرآن ويزيف تفسيره حسب هواه في كثير من المواضع أنتم أعلم بها مني. خلال الفترة الماضية عقد 200,000 دورة ثقافية لمنتسبي وزارة الداخلية، 200,000 دورة، أكثر من عدد المنتسبين. دورات هذا شو تعمل؟ تغسل أفكارهم، تجهزهم، يكونوا قنابل تابعة له، ما عاد يسمعوش لا نصيحة ولا يسمعوا ما قال الله وما قال رسوله ولا يسمعوا أي عالم آخر، ما عاد يتلقى إلا من هذا الذي علمها الدورة. وهنا تأتي مهمتكم في رسالتكم في مجتمعكم والمجتمعات المجاورة من خلال المنابر حق المساجد، من خلال منابر الإعلام المتوفر لدينا. نريدكم أن تكونوا فاعلين وتوصلوا الرسالة الحقة لأبناء مجتمعنا.